طبعا كيمبي هو الذي يقود السباق. إيرغاوي من إثيوبيا. سفيان البقالي أصبح الآن رابعا، بدأ يتقدم شيئا فشيئا، ولكن هناك من الخلف جيرما وغيتنيوالي. لاميتشا، جيرما وغيتنيوالي هذو أبطال يعرفهم البقالي تمام المعرفة، لأنه سبق لهم التنافس مع بعض في كثير من المحطات الدوري الماسي. لكن يبقى سفيان البقالي يعني البطل المغربي، أفضلهم في اختصاص 3000 متر موانع. البقالي 10 مرات كان بطل في جولات الدوري الماسي، وأيضا على مستوى الملتقيات خارج الدوري الماسي كان الأفضل أمام جيرما وغيتنيوالي. البطل الأولمبي المغربي، بينما البطل الجهناوي التونسي متأخر في الخلف. هذا البطل الشاب. إذا الآن خروج أرنب آخر ليصبح البقالي في المركز الثالث، وسولمون بارينغا اختصاصي 10,000 متر في المركز الرابع. وسباق سيكون قوي جدا، ونحن نقترب من خط الوصول. إذا إيرغاوي ولاميشا جيرما ثم سفيان البقالي وسولمون بارينغا، ثلاثي من إثيوبيا، وبطلنا المغربي العربي سفيان البقالي في المركز الرابع. ثلاثي إثيوبي. ولاحظوا هنا التفاهم بين الأبطال، يعني لمحاولة الرفع من إيقاع السباق للابتعاد عن سفيان البقالي، لأنهم يعرفون أن سفيان البقالي له سرعة نهائية قوية في الأمتار الأخيرة. سفيان البقالي في سباق مثل هذا خارج عن اختصاصه المعتاد لكسب السرعة وللدخول في الموسم بشكل قوي، في انتظار طبعا باقي المحطات وبطولة العالم المقبلة للدفاع عن لقبه العالمي وأيضا عن هيبته في سباق الموانع. إذا نقترب من خط الوصول. ثلاثي إثيوبي بقيادة البطل إيرغاوي بيرانو ولاميتشا جيرما وأيضا سولمون بارينغا. صعب أن يلتحق سفيان البقالي، ولكن سفيان البقالي كما ذكرنا محاولته فقط لكسب السرعة. وثلاثي إثيوبي على المركز الأول. من يفوز بهذا السباق؟ آخر لف الآن على نهاية هذا السباق. لاميتشا جيرما وأيضا سولمون بارينغا في المركز الثاني. بارينغا ولاميتشا. إذا صراع إثيوبي خالص على المركز الأول في سباق الطويل، المسافة الطويلة 3 كيلومترات، والبطل لاميتشا جيرما هو الأسرع. لاحظوا الفارق الآن يتسع، والدخول لل 200 متر الأخيرة. نحن في المنعطف قبل التوجه لل 100 متر الأخيرة، ولاميتشا جيرما إذا هو البطل لاميتشا جيرما، بينما هناك صراع في الخلف حول المركز الثاني، وأيضا هناك صراع على المركز الثاني. إذا هو البطل لاميتشا يسير للمركز الأول، وصيف أولمبياد طوكيو ووصيف بطل العالم يتمكن من الدخول في المركز الأول. إذا جيرما يفوز بهذا